خوتي المغاربه، السلام عليكم. بغيت نقول لكم هذه القناه ماشي بحال اي قناه. هنا كاين الصوت ديالنا، الهم ديالنا، والهضره اللي كتمثلنا كاملين. اشتركوا في القناه هنا، الحق بالعربي، كبروا بها الله اكبر بكم، ديروا واحد الاعجاب ما فيها باس، غير على وجه العديان. الله يحفظكم الوطن الملك. الحمد لله سخر لنا هذا الخير، نديروا به شوافشه شي عديان. إذا متابعينا الكرام، يبدو أن الإعلام الأمريكي كان حالف باش يفقص نظام حضارات الجزائر والمرتزقة ديال البوليزاريو من خلال هذا الفيديو اللي غادي نشوفوه الآن أمامنا على الشاشة. الإعلام الأمريكي نشر هذه الصورة للحظة وصول طائرة الخطوط الملكية الجوية قادمة مباشرة من مدينة الداخلة، وعلى متنها كريستوفر نولان اللي هو المخرج العالمي اللي تحدثنا عليه في عدد من الفيديوهات، واللي صور انتهى من التصوير، صور مشاهد من الفيلم ديالو اللي هو الفيلم ذا اوديسي، فيلم عالمي كل شيء كيستناه. صور مشاهد منه في مدينة الداخلة في الصحراء المغربية. لنشاهد هذا الفيديو متابعينا الكرام اللي كيبين لحظة وصول طائرة الخطوط الملكية الجوية قادمة مباشرة من مدينة الداخلة، وحطت في لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية. غادي تلاحظوا هنا بطبيعة الحال الشكل الواضح والبارز ديال طائرة الخطوط الملكية الجوية وهي تنزل تحط في لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى متنها كريستوفر نولان المخرج العالمي والممثلين والطاقم اللي صوروا الفيلم ديال ذا اوديسي في مدينة الداخلة في الصحراء المغربية. دعني أذكركم متابعينا الكرام على أن مرتزقة البوليزاريو أصدروا بيان رسمي، كانوا خرجوا بيان رسمي بكاو فيه وشكاو فيه وقالوا علاش غادي تصوروا هذا الفيلم في الداخله، وهذه مؤامره وايادي خارجيه، وهذا انتهاك ما انتهاك ما عرفتش شنو الزمان الكحل. بطبيعه الحال ما تسوق لهم حد، لم يعيرهم احد اهتمام، بما في ذلك كريستوفر نولان، بما في ذلك الطاقم ديال الفيلم، بما في ذلك حتى شي حد ما تسوق لهم. وعلاش كريستوفر نولان مشى صور بكل اريحيه، حتى شي حد ما صدقوا، حتى شي حد ما دار لي شي مشكل ولا دار لي شي عرقله، لان بكل بساطه الولايات المتحده الامريكيه تعترف بالسياده المغربيه على الصحراء. الان انتم تشاهدون التطبيق الفعلي ديال الاعتراف الامريكي بالمغربيه الصحراء. الان كريستوفر نولان حينما قال بانه خصو يمشي لمدينه الداخله وتواصل مع الخارجيه الامريكيه، الخارجيه الامريكيه قالت لي حنا كنعترفوا بالسياده المغربيه على الصحراء، مشى تواصل مع المغرب قال ليه اجي مرحبا بك. ثم شفتوا بطبيعه الحال كريستوفر نولان حينما كان قد استقبله وزير الثقافه المغربي في مدينه الداخله، صور الفيلم ديالو على احسن ما يرام. البيانات ديال مرتزقة البوليزاريو وديال نظام حضارات الجزائر، وشفنا حمله اعلاميه كبيره جدا من الاعلام ديال زريبه الحضيره على هذه القضيه ديال تصوير هذا الفيلم في مدينه الداخله. لكن ما يهمنا احنا ككل هو ان حتى شي حد ما تسوق ليه، حتى شي حد ما عبر لهم، باش تعرفوا يا نظام حضارات الجزائر ويا مرتزقة البوليزاريو بان حتى شي حد ما كيسمع لكم، حتى شي حد ما معبر. ودرتوا هذه القضيه حتى على ديك القضيه ديال السباقات ديال الرالي. تعقلوا على السباقات ديال الرالي اللي كيدوزوا من الصحراء المغربيه، الرالي مثلا ايكو ريس افريكا اللي كيدوز من الاقاليم الجنوبيه وكيدوز من الكركارات وكيمشي لموريتانيا، ومن موريتانيا كيمشي لدكار في السنغال. شحال مره كيخرجوا مرتزقه البوليزاريو وكيهددوا غادي نقصوا، غادي نديروا، غادي نفعلوا، وسوف نمنعوا الرالي من المرور، وسوف نمنعوا كذا ونمنعوا كذا. الهضره الخاويه، لدرجه ان واحد المره كانوا داروا شي لقاء صحفي مع المسؤولين ديال هذاك الرالي وسولوهم على التهديدات ديال البوليزاريو، قالوا لهم حنا ما مسوقينش لهذا الشيء، حنا كنتعاملوا مع السلطات المغربيه والسلطات المغربيه مأمنه كل شيء، دونك حنا كنديروا الخدمه ديالنا وكنمشيو في حالتنا وما كنتسوقوش في مرتزقه البوليزاريو. نفس الشيء يحصل هنا. وهذه اللقطات متابعينا الكرام هي لقطات تاريخيه لوصول طائرة الخطوط الملكية الجوية مباشرة من مدينة الداخلة إلى لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية، ولربما هذا في المستقبل غادي يخلي الخطوط الملكية الجوية لربما تفتح شي خط جوي من الداخلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولا شي خطوط ديال الولايات المتحدة الأمريكية، ولا شي شركات من الشركات الجوية ديال الخطوط الملكية ديال الخطوط الأمريكية الجوية تفتح شي خط من أمريكان إلى الداخل. فهذا اللقطة ليست فقط لقطة ديال نقل كريستوفر نولان من الداخلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بل هي تؤشر كذلك لربما على فتح خط جوي مباشر من الداخلة من الأقاليم الجنوبية المغربية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا الشيء احنا دابا الآن كنشوفوه من خلال هذه اللقطات اللي وثقتها الصحافة الأمريكية ونشرتها كذلك للعلماء. فهذا الموضوع بكل تأكيد، هذه اللقطات
راه جعارات سواء البوليزاريو سواء نظام حضارات الجزائر اللي هما حاولوا انهم يمنعوا التصوير ديال الفيلم، لكن ما كيقدروا يديروا والو. يعني الحاجه الوحيده اللي كيقدروا يديروها انتم مثلا الا شفتوا هنايا، الا شفتوا هنا لتحت راه غادي تلقاو الخطوط الملكيه الجويه جايه مباشره من مدينه الداخله. بغيت باش نعاود لكم هذه اللقطه، نعاود لكم هذه اللقطه هذه. ها انتم مدينه الداخله بطبيعه الحال والخطوط الملكيه الجويه. هادشي اللي كاين حاليا متابعينا الكرام من خلال هذه المشاهد اللي هي قاسيه صراحه، لاننا الا شفنا حجم البروباغندا الاعلاميه اللي دارها نظام حضاره الجزائر حول هذا الفيلم والتصوير ديالو في مدينه الداخله في الصحراء المغربيه، غادي تعرفوا حجم الالم الذي يعاني منه نظام حضاره حتى المرتزقه بسبب تصوير هذا الفيلم. وداروا مراسلات وداروا اعلانات وداروا بيانات وما خلاو ما داروا ما قدروش في نهايه فبطبيعة الحال مازال غادي نشوفوا لربما اشياء اخرى، لانني كنتمنى ان هذه تكون بدايه ديال تصوير الافلام العالميه في الاقاليم الجنوبيه. نعم، العديد من الافلام الكبيره اللي تصورت في المغرب في ورزازات في يعني النواحي، لكن كنتمنى على ان حتى الاقاليم الجنوبيه المغربيه، لان فيها واحد البيئه، فيها واحد الاماكن اللي هي رائعه جدا من اجل تصوير الافلام والتصوير كذلك في نفس الوقت للاقاليم الجنوبيه المغربيه. والاكيد ان المحطه اللي دارها او الخطوه اللي دارها كريستوفر نولان غادي تكون بدايه لمثل هذه الامور، مثل هذه الخطوات في المستقبل، لان كاين هناك مخرجين اخرين غادي يشوفوا كريستوفر نولان مشى للداخله غادي يتبعوه، غادي يمشيو حتى هما يمشيو للداخله باش يصوروا، خصوصا بطبيعه الحال الفيلم ديالو فيلم منتظر واحد الشكل اللي هو كبير، وغادي نشوفوا المشاهد اللي صورت في مدينه الداخله كيفاش غادي تطلع في الفيلم. بطبيعه الحال حنا غادي نتابعوا الفيلم بعد الاصدار ديالو، وغادي نشوفوا المشاهد التي صورت في مدينه الداخله كيفاش طلعت في الفيلم، والاكيد انها غادي تقوم باغراء مخرجين اخرين باش انهم يمشيو يصوروا في مدينه الداخله وفي الصحراء المغربيه ككل وعموما. فاذا متابعينا الكرام، المشهد مشهد تاريخي بطبيعه الحال، مؤلم للبوصباعي، مؤلم للمرتزقه. الواقع نحن نعيشه كما هو مطبق في الحياه ديالنا، في الواقع ديالنا. السياده فرضنا على الاقاليم الجنوبيه. وبالمناسبه هذاك اللي مصدع لنا راسنا لا اسبانيا اللي كتحكم في الاجواء وما عرفتش شنو، الا فسر لي الخطوط الملكيه الجويه كيفاش انها دارت خط مباشر من مدينه الداخله الى يعني لوس انجلوس في الولايات المتحده الامريكيه. الواقعيه الموصله، الواقع اللي عايشين نحن، هذا هو الواقع اللي عايشينه احنا. اما العالم الاخر فخليناه ليكم عيشوا نتوما في البكاء والعويل والصراخ والبيانات وما الى ذلك من هذا. وبالتالي كاين متابعينا الكرام، خلوا لي الاراء ديالكم والتعليقات ديالكم حول هذا الموضوع وحول هذه المشاهد التاريخيه، ونشوفكم في فيديو قادم مع مزيد من التفاصيل والاخبار. دائما وابدا لا غالب الا الله. عاشت المملكه المغربيه الشريفه ولا عاشها من خير. اشتركوا في القناه هنا الحق بالعربي، كبروا بها الله اكبر بكم، ديروا واحد الاعجاب ما فيها باس غير على وجه العديان. الله يحفظكم الوطن المليء.